حرب في الخمسينة، حروب كتيرة على مر التاريخ بأسباب منطقية وبأسباب غير منطقية برضو، إنما عشان كوباية شاي تقوم حرب؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بص يا سيدي، خليني أبدأ معاك من الأول وأقولك إن الشاي اكتشفوه بالصدفة. كان الإمبراطور الصيني تشين نونج قاعد جنب شجرة، وجنب منه كده في حاجة فيها مية مغلية، تقوم تقع من الشجرة دي ورقة جوه المية، يشرب المية دي وتعجبه جدا طعمها، وتطلع إن الورقة اللي وقعت دي وقعت من شجرة الشاي، ومن هنا الشاي بيكون اكتشاف. الكلام ده كان من أكتر من 6000 سنة، ويتنقل بعدين الشاي لليابان، ومن اليابان لأوروبا. حلو الكلام؟ في أوروبا بقى زي ما انت عارف من حصص التاريخ إن فرنسا وبريطانيا كانوا قوتين محتلين العالم كله تقريبا، وكانت بريطانيا محتلة أمريكا. المهم بريطانيا كانت بتستثمر في تجارة الشاي بشكل كبير جدا، وراحت خانقة الأمريكان، وراحت فرضت ضرائب عالية جدا على الشاي الهولندي وغيره علشان تبيع أكتر من الشاي الإنجليزي بتاعها. الأمريكان برضو رفضوا يشتروا من الشاي الإنجليزي بتاع بريطانيا، هي محتلاهم وكمان عايزة تستنفع منهم، وكان الشاي الهولندي بيهربوه حقيقي زي الممنوعات. الأمريكان اتخنقوا بقى، حتى كوباية الشاي مش عارفين نشربها من الإنجليز. في سنة 73 كانت بريطانيا بعت على المواني بتاعة مدينة بوسطن، كانت بعتها أكتر من 340 سفينة مليانة شاي. قاموا شوية من الشعب الأمريكي اتنكروا وطلعوا على السفن دي ورموا كل الشاي ده في البحر، وعملوها حفلة شاي، حرفيا البحر بقى شاي. قامت بريطانيا مدورة الضرب فيهم، وراح في الحركة دي 5 من الأمريكان، وهنا بدأ يكون في مظاهرات ضد الإنجليز بسبب خربوش الشاي. وفرنسا اللي كانت عدوة بريطانيا قررت تساعد الأمريكان، بس من تحت لتحت يعني، واتعملت مجموعة من المقاومين المسلحين، وحصلت الحرب ما بين بريطانيا وأمريكا، وانتهت بأن أمريكا تتحرر من الاحتلال البريطاني، وكل ده بسبب كوباية الشاي. وتعتبر المغرب ومصر والسعودية في الدول العربية الأكثر استهلاكا للشاي، وكمان الشاي المشروب الثاني استهلاكا عالميا بعد المية، يعني بمعدل 24.5 مليار كوباية شاي بتتشرب اسبوعيا. اتوقع بس منهم 2 مليار للصناعيه بتوع مصر. الشاي مشروب هتلاقيه داخل في كل المناسبات، وبيتقدم من غير مناسبات برضه، ومناسب لكل الاوقات. قول لي انت الشاي بالنسبه ليك كان يستاهل كل اللي انا حكيته لك ده؟ شاركني رايك في الكومنتات لو كنت على الفيسبوك، وما تنساش تتاكد انك عامل شير ولايك، ولو كنت على القناه على اليوتيوب اتاكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.